هنا يا إخوان فائدة ينبغي أن تنقل للنساء في البيوت، وكل واحد يتحمل هذا الأمر، ينقل هذا لأهله في بيته، الأم، الزوجة، الأخت. ننظر طريقة نساء الصحابة أمهات المؤمنين، وهن قدوة، هن قدوة للمسلمين عموما. فجويرية رضي الله عنها تصلي وتجلس في مصلاها، تصلي وتجلس في مصلاها، تجلس في مصلاها المكان الذي صلت فيه في بيتها، تبقى جالسة فيه تذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يفوت كثير من النساء. كثير من النساء إذا صلت تصلي عجلة، تصلي صلاتها عجلة، ثم تطوي مصلاها وتقوم وتنهض من مصلاها ولا تجلس فيه. بينما حال نساء الصحابة حال آخر، فكانت جالسة في مصلاها، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام أو خرج من عندها وهي في مسجدها، يعني في مصلاها المكان الذي صلت فيه. فهذا أمر ينبغي أن يعتنى به. ينبغي أن تبدأ المرأة بيتها في بكورها بالصلاة والجلوس في المصلى، تذكر الله عز وجل وتطمئن في مصلاها ولا تكن عجلة. وإذا كان وراءها أعمال تضطر للقيام بها فلتأخذ نصيبها ولتأخذ حظها من الجلوس في مصلاها طلبا للبركة، بركة الإبكار وأذكار الصباح، وهي جالسة مطمئنة في مصلاها، ثم بعد ذلك تنهض لأعمالها ومصالحها وأولادها. فهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتنى بها.